ايه الميزه في برج القاهره؟ يعني انا ايه اللي يخليني اجي اخرج واروح برج القاهره؟ زي ما انتم شايفين احنا النهارده في برج القاهره، فانا عندي سؤالين مهمين قوي. هل هو اعلى مكان ممكن نخرج فيه في مصر؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، في مطعم فوق، عايز اعرف هو بيلف حوالين نفسه فعلا ولا لا. فتعالوا نشوف الكلام على ايه بسرعه كده، وهقول لكم على هنت يخليكم تطلعوا بسرعه وما توقفوش في الطابور خالص. يلا بينا. بصوا يا جماعه، اول هنت كده، انتوا علشان تطلعوا على طول ما توقفوش في الطابور، في كذا نوع تيكت. في التيكت اللي ب 300 جنيه ده بتاع المطعم اللي بيلف، اللي انا قلت لكم عليه، وهنطلع نتاكد بقى ان هو بيلف فعلا. غير بقى ال 300 جنيه دي انت بتدفع 70 جنيه زياده، دي بتاعت الانترنس اصلا بتاع المكان. يلا بينا نطلع. اول ما بتخش على طول بتلاقي الباكيت ده كده موجود قصاد، ده بمقياس 1 ل 300، وعملوا مهندس حسين القيسي، عامله اهداء يعني ما خدش عليه فلوس. طبعا ايه، رحنا دخلنا بقى في الشورت كات ده لان احنا اكسبريس دافعين 370 جنيه يعني. بصوا بقى يا جماعه، احنا من هنا شايفين كوبري اكتوبر زحمه واقف كالعاده يعني، العادي بتاعه. هنا ده تبع النادي ده بتاع ده بتاع الشرطه، ده نادي ده بتاع الشرطه. هوريكم النادي الاهلي دلوقتي. ده بقى النادي الاهلي اهو، برضه شايفينه من فوق، ضخم ضخم ضخم، 3 ملاعب ولا مش عارف دول 4 ملاعب، وفي ملعب كبير وفي حمامين سباحه شايفينهم، وفي بتاع 6 ملاعب 8 ملاعب تنس. يا الله اكبر يا عم. احنا على ارتفاع 187 متر، هو 62 دور. لسه في مطعمين، مطعم وكافيه اوريه لكم. الجو حلو هنا يعني. عايزين نشوف، احنا ممكن نشوف ايه تاني؟ احنا ممكن نشوف ميدان التحرير من هنا. بص هوريك مركز شباب الجزيره هناك اهو. بص ده مركز شباب الجزيره، وده بقى ضخم 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 يعني، ده من اول اكتوبر لحد البرج اللي مدور اللي هناك ده. بصوا يا جماعه، برضو دي هنا الاوبرا زي ما انتم شايفينها كده، وفي حفله هي تقريبا فارشين لها وحاطين كراسي وبتاع. شكل النيل اصلا حوار، تحس ان المايه ثابته كده ومليانه مراكب شراعيه. بصوا صوره السيسي محطوطه على الاشرعه بتاعت المراكب. بصوا يا جماعه، في هيصه هناك كده في ميدان، ده عند اسم الدقي، عند بنك فيصل الاسلامي وفندق شيراتون كده. انا اتفاجئت بالحوار ده والله، انا ما اعرفش ان في قلق هناك، في ناس كتير قوي هناك. بصوا يا جماعه، برضو ما تغلطوش غلطتنا، لان ايه، احنا كنا عايزين نجرب البتاع ده، بس للاسف انت بتجربه بتقطع التيكت بتاعه من تحت. يعني انا كده خلاص، انا بس همثل ان انا ببص لكن انا مش شايف حاجه. ايه الميزه في برج القاهره؟ يعني انا ايه اللي يخليني اجي اخرج واروح برج القاهره؟ مبدئيا كده انت بتغير مود بسبب الجو الغريب ده. ثانيا انت على ارتفاع عالي جدا، فاكسبيرينس مختلفه برضو نوعا ما شويه. ثالثا ودي اهم حاجه، ان انت هتاخد صور كتير بقى، يعني هتاخد صور الى ما لا نهايه، وتقعد تستكشف بقى وتبص على الناس. ايه ده في ناس في المسبح زي ما انتم شايفين. هو الجو هنا حلو، ما تخلوش الوقت ياخدكم يعني، علشان المطعم اللي احنا نازلينه ده بميعاد. يعني احنا اخرنا فيه الساعه 8 والساعه اصلا دلوقتي 6، يعني احنا معانا ساعتين بس ونمشي بقى من المطعم. فاحنا عايزين ننزل دلوقتي نشوفه. بس عشان تنزل المطعم بتنزل دورين على رجلك زي ما انتم شايفين كده، ده المدخل بتاعه. احنا خلاص قربنا نوصل. تعالوا بصوا يا جماعه، احنا لسه داخلين. انا ما كنتش واخد بالي ان هو بيلف خالص. احنا لما قعدنا خدنا بالنا ان هو بيلف، بس بيلف بالراحه قوي يعني. بصوا احنا دلوقتي جنبنا ايه، مثلا حمام السباحه ده، كمان شويه كده هوريكم هتلاقوه مش موجود. انا عايز ابدي استيائي عن حاجه. المفروض ان احنا في مكان سياحي مميز جدا. المنيو مقطع، نزل لي مقطع والله يعني انا متضايق، دي حاجه تضايق بجد. لسه بقى هنجرب الاكل. الاسعار عموما انت بتتكلم في اسعار عاليه مش قليله. هو المينيمم تشارج 300، بس اقل طبق تقريبا ب 250 جنيه. في حاجات واصله ل 460 جنيه زي الستيك سلمون نوعا ما، المفروض ان هو يبقى غالي. عايزين نظبط الاوردر على 900 جنيه لان احنا دافعين كل واحد 300 جنيه. بصوا يا جماعه، حمام السباحه كان هنا اهو، ما بقاش موجود جنبنا خلاص، فهو بيلف. احنا غلطنا غلطه تقريبا، بقى لنا ساعه الا ربع قاعدين مستنيين الاكل. سالنا فقالوا لنا ان الاكل هيجي بعد ساعه. كان المفروض او انتوا بتعملوا كده يعني لما تيجوا، ان انتوا هتيجوا تدخلوا المطعم تطلبوا الاكل بتاعكم، تسيبوه يجهز براحته، تطلعوا تاخدوا جولتكم فوق، بعد كده انتوا تنزلوا بعد ساعه بقى. رجعنا قوي. بصوا هو الاكل نزل، الكميات مبدئيا مش راضياني يعني. ده طبق المكرونه، هو كبير بصراحه بس هو غالي برده. ده الكباب والكفته 3 حتت و3 حتت، وبولة رز بالكبده. الشيش طاووق اهو. ما عنديش مشكله ان انتوا تغلوا الاسعار عن كده عادي، بس ادوا بورشن محترمه بكواليتي حلو. نشوف الكفته. لا حلوه، كفته حلوه، طعمها حلو. كباب حلو جدا برضو، بيقطم بسهوله كده، فدي حاجه عظيمه. برضو في سبت عيش جاي كده، هو شكله غريب وحلو، حلو قوي، حلو قوي فعلا. هو مبدئيا قوام المكرونه مش عاجبني يعني، بس الطعم يحكم برضه. عاديه قوي. الوايت صوص اللي فيها
صايص كده شويه. الاكسبيرينس جديده رايقه، لكن لو هتارجت الاكل فلا، الاكل مش احلى حاجه. انت بتارجت الاكسبيرينس بتاعت البرج نفسها. وممكن بقى لو انت عايز تعمل حاجه شيك شويه، ممكن تعمل زي الترابيزه دي كده للرومانتك ديتس يعني وكده. اعمل لها قلب واول حرف من اسمها. بس اوفر اول انا خلصت. اكلمكم من تحت بقى. خروجه رايقه، خروجه تقريبا متكلفه على الفرد في رينج 400 جنيه بالمواصلات مثلا يعني، بس هي مختلفه شويه. ولو رومانتك ديت هتبقى حلوه قوي. وممكن تبقى ارخص من كده بكتير لو انتوا طالعين البرج بس، هتبقى في رينج 100 جنيه لان التيكت ب 70 جنيه من غير اي حاجه، وتروحوا بقى تاكلوا في اي حته انتوا عايزينها عادي جدا. استنونا بقى في الفيديوهات الجايه كده. باي.